السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا نعمل شوية بسكوت في 10 دقايق. هقولك النهاردة تعمليه ازاي من غير مكنة ومن غير قمع لو مش متوفر عندك. كل الحكاية هي ازازة فاضية، وتعالي نعمل بيها الشكل الحلو اللي انت شايفينه للبسكوت ده. يلا نشوف بقى الطريقة عملناها ازاي، وبتمنى لو عجبك الفيديو متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، وبتمنى كمان تشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة. ويلا بينا نشوف الطريقة ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الفيديو بتاعنا النهاردة. اول حاجة عندي ازازة فاضية بتكون نظيفة بالشكل ده، هنفك منها الغطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب بقى قلم من بتاع الاولاد وهنرسم عليها شكل النجمة. بنرسمها ازاي؟ بنعمل 8 من فوق وبنعمل قصادها 7 كده اهو، وبعد كده بنعمل لها ايه؟ برضو 7 من تحت. سهلة جدا، وبيكون ده شكلها. مش عارفة هي واضحة ولا لا. اهو بيكون بالشكل ده. هنجيب بقى سكينة او اي حاجة، او ممكن تكوني مسخنة السكينة على النار، بس انا مسخنتهاش ولا حاجة، اشتغلت بيها على طول كده. وبعد كده جبت بلانشة، لو مش تعرفي يعني تعملي على ايدك يعني ايه تعمليها على البلانشة بالشكل ده، وهتمشي بقى على الحروف اللي انت عملتيها على الشكل اللي انت عملتيه للنجمة اهو. بيكون بالشكل ده. شايفين؟ سهلة جدا، ما تستصعبهاش ولا حاجة، بجد والله سهلة. وكمان الازازة دي هتغيب عندك يعني، لما تعوزي تعملي بيها على طول ان شاء الله هتجربي بيها وهتلاقي الشكل بتاع البسكوت طالع معاكي تحفة. وطبعا الازازة دي بتكون بديل بقى للمكنة لو مش متوفرة عندك، وكمان بديل للقمع برضو لو مش متوفر عندك. شايفينها سهلة ازاي؟ من غير ما اسخن السكينة ولا حاجة قصيتها بالشكل ده حوالين الرسمة اللي احنا عملناها بتاعة النجمة، بس كده. وهنسيبها بقى على جنب ونشوف مكونات البسكوت بتاعتنا. معانا هنا نص كوباية من السمنة، وكمان كملت عليها نص كوباية من الزيت، بقى معايا كوباية. حطيت كمان كوباية من السكر، وهنحطه بقى على السمنة والزيت اللي احنا اضفناه. كمان يعني مش هنستخدم زبدة ولا حاجة، لا بالسمنة والزيت عادي خالص. وكمان هنقلب كده يعني بمعلقة او مضرب يدوي عندك، قلبي كويس كده لغاية اللون بتاعها لغاية اللون بتاع السمنة والسكر ما يفتح اللون خالص بالشكل ده اهو. شايفين بقى افتحها لونه ازاي؟ بقى بالشكل كريمي كده، وافتحها لون خالص اللون السمنة والسكر معانا. بعد كده هننزل ببيضتين وهنقلب كويس تاني. وبعد كده هنحط طبعا الفانيليا عشان ريحة زفارة البيض، وبعد كده هنقلب بالشكل ده اهو. هندخل البيض كويس كده ونقلبه في قلب الخليط اللي احنا عملناه. اهم حاجة بس تقلبي السمنة مع السكر كويس، وبعد كده هننزل بكوبايتين من الدقيق ونقلب. انا معايا كمان كوباية بره، لو احتجتها هحطها، يعني على حسب بقى العجينة بتاعتي ما هتلم معايا. حطيت هنا كوبايتين، وكمان هنقلب بالشكل ده، ولو احتاجنا هنحط اهو. مش تقليب بقى عجن وكده عشان يطلع معاك البسكوت ناعم وحلو، لا، احنا بنقلب كده بسيط بالمعلقة بتاعتنا اهو. حطيت بقى كمان الكوباية اللي فاضلة، يعني انا حطيت كده هنا الثلاث كوبايات من الدقيق. ان شاء الله اللي حابب يشوف المقادير هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وهنقلب كويس وندخل كل الحاجات مع بعضها كده. هنحط بقى معلقة كبيرة كده من البودر. هنقلب بالشكل ده لغاية اما نكون معانا عجينة حلوة وناعمة كده. اهم حاجة وانت بتحطي 3 كوباية ما تحطهاش كلها، سيبي شوية عشان خاطر العجينة بتاعتك لو لمت يبقى خلاص كده كفاية عليها دقيق. بتكون العجينة بالشكل ده ما بتلزقش في ايدك، لما تحطي عليها ايدك كده ما تلزقش فيها، ولا العجينة بتلزق في ايدك. بتكون كده طرية في نفس الوقت ما بتلزقش. هنجيب بقى الازازة بتاعتنا وهنحط فيها العجينة بالشكل ده، بنعبيها ونغطي عادي خالص. بعد كده هتجيب الصينية بتاعتك، ما دهنتهاش حاجة، يعني هي زي ما هي كده، عمر البسكوت ما هيلزق فيها ان شاء الله. بس شايفين سهلة ازاي؟ البسكوتة بتنزل حلوة، او رسمتها عاملة ازاي؟ رسمتها تحفة. شايفين الرسمة بتاعت البسكوتة جميلة؟ ان شاء الله بقى تحطيها لاولاد كده في اللانش بوكس، ان شاء الله تبقى حلوة قوي معاهم. بنضغط كده وننزل الشكل بتاع البسكوت اهو. حبة طويلة عن كده ممكن، بس هي كده البسكوتة مظبوطة وتمام. وانت شغالة كده تكوني مشغلة الفرن بتاعك عشان خاطر البسكوت بتاعنا يدخل على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ونشغل من تحت بس، ما نشغلش الشواية. لو حاسة ان هي عايزة لون من فوق تشغلي الشواية.
وكمان لو فرن يعني فرن البوتاجاز بتاعك برضو هتشغلي من تحت وفي الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة عشان البسكوت كده ايه يدي لون ذهبي كده وشكله حلو اهو. شايفين الشكل بتاعنا سهل ازاي؟ اظبطي بقى كمان بتحركيها عادي، بتظبطي الشكل بتاعها في الصينية، مش يعني مش طري معاكي قوي انك ما تعرفيش تحركيه، لا بتحركيه بسهولة وبتظبطي معاكي اهو. شايفين الشكل بتاع البسكوت تحفة ازاي؟ كمان الشتا داخل علينا كده وعايزين حاجات زي كده، بسكوتات وحاجات من الحلوة دي نعملها. انتوا عارفين في الشتا بنحب ايه دايما نعمل حاجات حلوة وبسكوتات وكلام من ان شاء الله نعمل فيديوهات تاني كتير اهو. برضو لو حابة انك تمسكي ال الازازة بتاعتك بالطريقة دي برضو بتكون سهلة جدا، يعني متوفر عندك تمسكيها بالشكل اللي مسكناه اول مرة او بالشكل ده على الطويل كده، وتضغطي زي ما يكون ماسكة يعني كيس حلواني وبتعملي بيه اهو. شايفين سهلة جدا. زي ما قلت لك بقى تكوني مشغله الفرن بتاعك عشان يدخل على طول ياخد اللون الحلو بتاعه من تحت ومن فوق، وما بيفرش معاكي ابدا في الفرن، بتفضل الرسمه زي ما هي ما بيفرش خالص. شايفين الرسمه من قريب زي ما هي، ما فرش خالص معاكي ولا اي حاجه. بناخد اللون من فوق الحلو من تحت ومن فوق كده وبنخرجه. انا جبت هنا معايا شوكولاته هنغمسه كده في الشوكولاته بتاعتنا بحيث ان الاولاد بقى يحبوه قوي، وكمان تحط لهم ان شاء الله كده في المدرسه وفي اللانش بوكس يبقى حلو قوي معاهم. ويعني تشيلي حاجه كده من دماغك في اللانش بوكس كده، انت ايه بنبقوا محتارين ان احنا نحطه ايه للعيال وكده، فالبسكوت ده ان شاء الله تعمله لهم هيبقى معاهم حلو جدا. وكمان الاولاد بيحبوا الشوكولاته والحاجات دي اهو. انا جبت شوكولاته عاديه، شوكولاته مطبخ، وسيحتها وايه ونزلت هنا بالبسكوت، بس حته من الطرف الاولاني في البسكوته بس عوزته كده ايه بالشوكولاته بتاعتي. وبتسيبيه بقى كده لما الشوكولاته تجمد فيه بيكون الشكل بتاعه. شايفين الشكل بتاعه تحفه ازاي؟ شايفين ما شاء الله تحفه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حابة بقى تحطي على الشوكولاتة قبل ما تجمد تحطي عليها مثلا جوزة الهند، تحطي عليها مكسرات اللي انتي حابة تدي معاكي شكل حلو. كمان انا عملت الشوية دول بالشوكولاتة وسبت الشوية التانيين من غير ايه، من غير ما احط شوكولاتة او حاجة يعني. شايفين ناعم ازاي؟ يعني كمان من غير زبدة او حاجة، وبس طري وناعم كده وجميل. شايفين يعني بيدوب كده. بجد وصفة ناجحة وممتازة، وان شاء الله تجربيها وتطلع معاكي زي الفل. شايفين شكله حلو ازاي من تحت ومن فوق؟ مش حابة تزينيه بالشوكولاتة زي ما عملنا كده براحتك خالص، ممكن تسيبيه سادة والولاد ياكلوه بالشاي او هما ماشيين كده اللي رايحين المدرسة تجيبه لهم ان شاء الله ياكلوه باللبن كده يبقى حلو قوي معاهم. شايفين تحفة ازاي؟ ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده نعمل كمان وصفة كده من البسكوت برضو بتكون سهلة، بس ان شاء الله اكتبولي كده في الكومنتات لو عايزين وصفة كمان بسكوت ان شاء الله تكون سهلة كده نعملها مع بعض. واكتبولي برضو لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة وشايفينه ان هو سهل، ما تنسوش بقى تكتبولي كلمتين حلوين كده منكم يشجعوني. ولو انت لسه اول مرة بتشوفيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل وصفة يوصلك اشعار بيها. بجد دعمكم ليا بيشجعني ان انا انزل فيديوهات تانية. يا رب كده يكون عجبكم الفيديو، متنسوش بقى تحطوا اللايك والشير بتاعكم ان شاء الله، متنسوش تشتركوا في القناة. اشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.